في إطار التحضيرات لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، أعلن الناخب الوطني وليد الركراكي عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي ستخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي تونس والبنين يومي 6 و9 من يونيو المقبل على أرضية الملعب الكبير بمدينة فاس. اللائحة ضمت 27 لاعباً. في حراسة المرمى وجهت الدعوة إلى ياسين بونو، منير المحمدي والمهدي بن عبيد. أما في خط الدفاع فقد تم استدعاء أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، عبد الحق عسال، جواد الياميق، أسامة العزوزي، آدم ماسينا، زكريا الواحدي ويوسف بالعمري. في خط الوسط نجد سفيان أمرابط، عز الدين أناحي، أسامة ترغالين، إسماعيل تصيبري، أمير ريتشاردسون وبلال الخنوس. وفي الهجوم اختار الركراكي كل من إبراهيم دياز، إلياس بن صغير، ريان مايي، مروان سنادي، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، حمزة إغاما، أسامة صحراوي، عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي. الركراكي أوضح أن اللائحة شهدت غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة، من بينهم نايف أكرد، نصير مزراوي، غانم صايس، شادي رياض، شمس الدين الطالبي وإلياس أخوماش. الخاتمة: المنتخب المغربي يدخل هذا المعسكر بهدف تحقيق الانسجام وتكثيف الاستعدادات للمنافسة القارية المقبلة وسط آمال جماهيرية كبيرة في تحقيق نتائج مشرفة.